عندي النهارده أكلة ويلا بينا. جبت الفلفل مكبب وعادي، ده مش هيبقى في الخلطة، ده أنا هعمل بيه حاجة. وبعدين جبت الطماطم ضربتها في الخلاط، وبعد ما ضربتها كويس جدا جبت بتنجان وقطعت. طبعا الاكله هتتوضح لكم بعدين. قطعته بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت، وحطيت عليه شويه ملح وسبته ربع ساعه. ليه؟ عشان المراره بتاعته تنزل. فهتلاقوا بعد مرور ربع ساعه ان هو عرق كده. يعني ايه عرق؟ يعني بان عليه قطرات ميه كده، هوريها لكم حالا. طبعا اول ما بتظهر وبعد مرور ربع ساعه لازم تشطفوه كويس جدا عشان المراره بتاعته تنزل. بصوا بقى عملت ايه. شطفته بشويه ميه. يلا بينا. تغسليه كويس قوي 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 وتخليه في المصفى في المصفى زي ما هو. وهقول لكم هنعمل ايه. بصوا بقى على التركايه بتاعه الاكله دي. التركايه جايه عباره عن ايه. قطعت فلفل حامي وقطعت فلفل عادي مش حامي المكبب، ومعلقه توم وكزبره وكمون. اظن يعني اللي هيتفرجوا عليا هيخمنوا. من هنا بقى هتبتدي الاكله. وضحت هتبقى مسقعه باللحمه المفرومه. عصقت اللحمه المفرومه عادي جدا بمعلقه سمنه وبصل وفلفل اسود وملح. ولو عايزين تشوفوا الخطوات الباقيه انتظروا.